نفاذ المحروقات في المدينة المحاصرة اضطر أحمد لابتكار طرق جديدة تؤمن لأهل مدينته الوقود. تتمثل طريقة الشاب بصهر المواد البلاستيكية إلى حبيبات يتم إفراغها في برميل كبير. يغلق البرميل بإحكام وتوقد تحته النار. يخرج من أعلى البرميل أنبوب يمر على حوض مياه للتبريد، فبعملية صهر البلاستيك يتحول إلى بخار، وبتبريده بالمياه داخل الأنابيب يتحول إلى سائل من الوقود. يتم سحب الوقود من الأنبوب ويجمع في وعاء كبير. سألنا الرجل عن تأثير هذا العمل على صحته فأجاب ضاحكا: والله هو يعني البراميل ما أثر، تأثر هي الرياح، يعني لله الأمر. بعد ساعات طويلة من العمل الشاق يذهب الرجل بما استخرجه من وقود إلى السوق لبيعه. صحيح أنها كمية قليلة، لكنها تعين الناس على قضاء حوائجهم، خاصة في ظرف الحصار الخانق الذي منع عنهم المحروقات فشل حركة السير وأوقف عجلة الحياة فيها. يصلح الوقود المستخرج للدراجات النارية والمولدات الكهربائية والطهي. يبلغ ثمن اللتر الواحد 1000 ليرة سورية. لطالما قالوا قديما: الحاجة أم الاختراع. حلب تحت القصف والحصار، لكن هذا لم يمنع أهل المدينة من ممارسة حياتهم اليومية، وهم الذين يبغون الحياة الحرة الكريمة. عمرو حلبي، الجزيرة.